اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم ارحم والدي وعمي وابن عمي وجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم. اللهم آمين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناة، انا اسمي اسراء. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا ندخل بالفيديو. الفيديو مشتريات من في بيت والدي الله يرحمه يا رب. عايزه اقول لكم مصدومه من الاسعار. هو في ايه الاسعار واصله بينا لحد فين؟ طب هتوصل لحد فين؟ بعد كده هيبقى الواحد عامل حسابه في مصروف قد ايه، هيصرف قد ايه. فالله المستعان. ربنا يا رب يرزق الجميع من حيث لا يحتسب يا رب العالمين، ويرزقنا واياكم بالرزق الحلال الواسع الكتير يا رب. اللهم امين. تعالوا نشوف النهارده اسعار الخضار عامله ازاي، اسعار الفراخ، اسعار ال اللهم صل على النبي اللحوم، اسعار الفاكهه، اسعار كل حاجه النهارده في الفيديو. يعني هو على جزئين. اول حاجه دي معايا الكبد والقوانص. الكبد والقوانص الكيلو هناك عامل 57 جنيه. كانت اخر مره سأل عليها هنا يمكن في فيديو المشتريات وريته لحضراتكم. كنت سألت طبعا لما جبت الفراخ وكده، كان عامل 55 جنيه او 50 جنيه تقريبا، والله ما فاكره، بس تقريبا 50 جنيه. كانت 50 جنيه. ديت كيلو كبد وقوانص ب 57 جنيه. انا ما سالتش عليها من ساعتها بصراحه. ديت معايا فراخ، هي 3 وراك والباقي دبابيس. يعني دي 3 وراك والباقي دبابيس وفخاد. عامله اللهم صل على النبي كله على بعضه عامل 157 جنيه. 157. حابين تبقى دبابيس عشان كل حاجه هتتعمل بطريقه مختلفه من الفراخ الوراك او الدبابيس والفخاد. ده بقى فيجيتار، حاجه زي يعني الفيجيتار وكده، عشان الفراخ تبقى مقرمشه في القلي، مش كالعاده ان هي تبقى مسلوقه ومتحمره بس. دوت فيه منه بارد وفيه حار. الكيس ده عامل 20 جنيه. احلى من البقسماط علشان خاطر البقسماط بيشرب زيت كتير وبيخلص بسرعه، وعارفين اللي هو غالي جدا. نيجي بعد كده بقى، ده بتنجان رومي، بتنجان اسفه حشو، اللي هو البتنجان خد الجميل. عايزه اقول لكم الصغير ده من اكتر البتنجان اللي انا بعشقه، بيبقى طعمه مسكر وحلو جدا ولذيذ كده، بستلذه في المحشي اكتر من البتنجان الكبير التاني. فدوت الكيلو ونص ب10. هو تقريبا نفس السعر اللي عندي، لان انا عندي برضو البتنجان الرومي والبتنجان الخد الجميل والعروس ب6 جنيه ونص، يعني كيلو ونص ب10. فده كيلو ونص ب10. ده بقى الفلفل عشان المحشي طبعا يعتبر هي كلها ادوات محشي او خامات محشي. الفلفل دوت ب8 جنيه الكيلو. عامل كام؟ انا جايبه تقريبا جايبين كيلو ب8 جنيه. انا عندي لما بجيب بصراحه، لاني ما بيبقاش لينا تقل قوي على الرومي، فبجيب نص ونص او ربع وربع، او باخد ميكس بنت عليه ده. فاهمين قصدي؟ لان الاتنين تقريبا بنفس السعر. انا عندي اخر حاجه سأل عليه الحامي ب5 جنيه، فهناك ب8 جنيه. هنيجي بقى للخضرة. الخضرة طبعا اللهم صل على النبي، المحشي بيحب الخضرة الكتير. ديت حزمة بصل بقى، عشان لو في رنجة او عدس او الكلام اللي بيحب البصل الاخضر دوت. انا من عشاق البصل الاخضر. الخضرة بقى الحزمة بجنيه. انا عندي يمكن في فيديو الجولة في السوق اللهم صل على النبي كنت سألة على الحزمة بنص جنيه. عندي كانت لسه جايباها بجنيه فعلا، وهناك برضك نفس السعر تقريبا بجنيه. فطبعا الخضرة المحشي بيحب الخضرة الكتير، الخضرة اللي عارفين اللي هو عايزينها خضرة يعني. فانا بصراحة برضك من الناس اللي بحب الخضرة الكتير في المحشي، لاني بيبقى طعم وريحة وشكل كمان بيبقى حلو جدا، وهو خضرته كتير والطماطم كمان بتاعته كتير. فجايبين 6 حزم، 2 من كل نوع. دي بقى الكرنب. انا عايزة اقول لكم اتصدمت صدمة غريبة جدا النهاردة. انا جايبة كرنب من تحت البيت، كرنبايه. هي دي صغيره على فكره، بس انا جايباها اللهم بارك كبيره شويه. عايزه اقول لكم ب20 جنيه. اتصدمت ب20 جنيه ليه؟ بس الحمد لله بالف هنا وشفا يا رب. الكرنبايه دي صغيره على فكره مش كبيره، ب10 جنيه. بس حجمها كويس، يعني هي حجمها كبير حلوة. اسم الله حبيبي. ده بقى القسم التاني من المشتريات. اسم الله يا بابا. القسم التاني من المشتريات باقي الخضار والموز، يعني فاهمين، فاكهة. يعني تعالوا بقى نشوف الاسعار النهاردة. اسعار البتنجان، اسعار الخضار، اسعار هو يعتبر كله خضار، واسعار الموز كمان. الحاجة اللي انا جبتها وسألت عليها واللحمة النهاردة ديت معايا لحمة بلدي، مش لحمة
مجمده. فخلينا بقى ندخل كده ونشوف، وعرفوني في الكومنتات تحت الاسعار عند حضراتكم عامله ايه، يعني الاسعار ايه ظروفها، وهل هي نفس الاسعار ولا لا، علشان خاطر بجد الواحد يعني نفسيا تعبان من الاسعار اللي بيسمعها والاسعار اللي بيجيب بيها. فاللهم لك الحمد على كل حال يا رب، ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب، ويرزق الجميع من حيث لا يحتسب ولا يدري يا رب العالمين، برزق واسع حلال، اهم حاجه يكون الرزق حلال. دي كوسه، الكوسه هناك ب10 جنيه. هي الكوسه عارفين ان هي غاليه شويه، بس دي كوسه حشو صغيره كده ولذيذه يعني في الحشو. فالكوسه دي ب10 جنيه. دعواتكم لابني بس تعبان شويه، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض يا رب، اللهم لك الحمد على كل حال. الطماطم بقى، الطماطم ديت بكام؟ الحمد لله يا حبيبي. الطماطم ب6 جنيه، انا جايباها عندي الكيلو ونص ب10 جنيه. بصراحه انا لسه جايباها امبارح الكيلو ونص ب10. ده بتنجان رومي. بتنجان الرومي برضو نفس سعر البتنجان العروس او البتنجان خد الجميل. بتنجان خد الجميل الكيلو ونص ب10 برضو. البتنجان الرومي الكيلو ونص ب10 جنيه. اصلا انا كاتبه الاسعار قدامي عشان ما انساش حاجه، فاهمين قصدي؟ فجايبين كيلو ونص بال10 جنيه. ده بقى الخيار البلدي اللي ريحته لوحدها بيخلي الواحد اللي هو هاكله كده من غير اي حاجه، ولا في سلطه ولا اي حاجه. فالخيار عندنا كان فين؟ اللهم صل على النبي، اللهم ذكرني. ب5 جنيه اهو، خيار ب5 جنيه. الخيار ده ب5 جنيه، حلو جدا وبلدي. الموز بقى الموز ب10 جنيه الكيلو، لا ب10 جنيه الكيلو ب10 جنيه. ديت كفتة رز، بس طبعا اول ما جينا لازم تتحط في الفريزر عشان تتشمع. فاتحطت في الديب فريزر جمدت. الكفتة ديت عاملة اللهم صل على النبي، كفتة الرز نص رز ونص لحمة عاملة 75 جنيه. 75 جنيه الكيلو الجملي ب150 جنيه. فالموضوع يعني الجملي ده كان أرخص حاجة، فاللهم لك الحمد. اللحمة دي لحمة مفروم بلدي، مش لحمة مجمدة يعني، لا لحمة مفروم بلدي، حتى هو اللون واضح معانا. اللحمة المفرومة البلدي دوت كيلو ب110 جنيه. احسن طبعا من ان انا اجيبها، اسم الله يا بابا، احسن من ان انا اجيبها مجمده وبيبقى الكيلو هو نفس السعر، على فكره قريب منه، فرق 10 جنيه تقريبا او 15 جنيه، بس طبعا بلدي انت ضمناها وانضف واحلى بكتير من المجمد. فدي الكيلو ب110 جنيه من عند الجزار، وهو اللي فرمها قدامنا. بس دي كده كانت المشتريات بتاعت النهارده. شايفين الاسعار عامله ازاي؟ اللهم لك الحمد. عرفوني الاسعار عندكم، والفيديو خلص معانا. اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه.